أنت لا تتوقع للمغرب المستضيف أن يتأهل إلى نصف النهائي؟ لا هو بالنسبة لي أنا قلت لك المغرب هو فوق الجميع، ثم المغرب هو المرشح رقم 1 للفوز. يبقى المغرب مرشح نمبر 1 للتتويج والمنافسة، وتبقى المنتخبات الإفريقية الأخرى على غرار السنغال وكوت ديفوار والكاميرون وحتى مالي أيضا مرشحة للمنافسة على اللقب، وتبقى أعتقد الجزائر ومصر وتونس أوتسايدر، يعني ممكن تلعب لعبتها وممكن تخرج في الدور القادم أو اللي بعده. المهم أن المتعة مستمرة في المغرب. يقولوا أن جهة المغرب صعبة مع فتحي. السلام عليكم الإخوان، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه أول تعليق وشنو قال الجزائري حفيظ الدراجي بعد نهاية دور المجموعات. حفيظ الدراجي يتحدث عن مسار المنتخب المغربي في دور المجموعات وكذلك في مباراة ثمن النهائي من اللي غادي يواجه منتخب تنزانيا. حفيظ الدراجي يقول كلام يعني غنخلي لكم نتوما خانة التعليقات، كتبوا الآراء ديالكم فيها حول ما قاله حافظ ما سيقوله حافظ الدراجي، وكذلك توقعات برنامج المساء اللي غادي نهضروا على المنتخب المغربي بالتفصيل الممل. بلا ما نطول عليكم في المقدمه نخليكم تشوفوا وتستمتعوا بهذا الفيديو. ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس. الآراء ديالكم حول هذا الموضوع في خانة التعليقات. إذا بعد انتهاء دور المجموعات الطريق إلى النهائي بداية من دور ثمن النهائي، جنوب أفريقيا والكاميرون في مواجهة، ثم المغرب، تنزانيا، الجزائر، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، موزمبيق، كل هالمنتخبات في الجهة اليمنى. أما فيما يخص الجهة اليسرى، مالي، تونس، السنغال، السودان في مواجهة كذلك، مصر، بنين، كوت ديفوار، بوركينا فاسو. مصر في طريق تونس في مواجهة عربية، والمغرب في طريق الجزائر في مواجهة عربية إن استمروا إلى المربع الذهبي المثالي التاريخي العربي الذي نتمناه يا فتحي. بالطبع احنا نتمناه عام سعيد، عام جديد، واحنا توا اللحظة هذه بالذات كلها تمنيات، وبطبيعة الحال من بين التمنيات أول أمنية في عام 2026 نصف النهائي مصر، تونس والجزائر والمغرب في النصف النهائي. بطبيعة الحال يكون نصف هذا النهائي. عديت السودان. نعم نحبوهم إذا عديت سامحني. صحيح يا عبد الكريم، يا عبد الكريم. بس عبد الكريم لاحظت فتحي ويقول الأمنية كان متردد أو في هناك مخاوف. بالطبع فما مخاوف، وجهها صاير أصفر. فما بالطبع فما مخاوف، هذه أمنيات القلب. صحيح. وطبيعي جدا. كم نسبة أن تحدث بهذا الشكل؟ والله نسبة الحقيقة ماهيش كبيرة برشا، معناها نجم نقولوا 30%، ولكن لو تحدث هذا المساء يصير فيه انفجار، لأنه فعلا يكون حدث استثنائي تاريخي، وتصبح البطولة الإفريقية بطولة عربية. جميل. بدر الدين إدريسي، لماذا ولا ننسى السودان قد طبعا. تستمر، وهذا ما نتمنى، فكل التوفيق لجميع منتخباتنا العربية. بالطبع. طريق ثمن النهائي. لا هو فتحي يتكلم على الاستثناء، لكن الاستثناء موجود الآن. أين يوجد؟ وين؟ أن كل 5 منتخبات عربية تحقق العبور إلى الدور الثاني. لم يحدث هذا أبدا منذ آخر 3 نسخ. يحدث اليوم في المغرب لأول مرة. ربما يكون هذا مؤشر على أنه في شيء يلوح في الأفق، لكن المؤكد على أنه هذا الحضور العربي الوازن على مستوى الدور الثمانية مشاري سببه المساندة اللامشروطة التي تحظى بها كل المنتخبات العربية داخل كأس أفريقيا الأمم. أبدا لا أتصور أنه كانت في مباراة لمنتخب عربي خلالها الملعب أو المدارج من الجماهير. الجماهير متواجدة بأعداد كبيرة جدا، وأظنها ستتواجد بكثافة في مباريات الدور الثمانية. عبد الكريم، سأعود لك في تعليقك على خارطة دور ثمن النهائي والوصول إلى النهائي، لكن حسام الدين أحمد، جزر القمر خرجت، لكن أنت أمنياتك مع كل العرب للأسف أنها خرجت. كل العرب. وأنت ستدعم وتشجع جميع المنتخبات العربية بداية من دور ثمن النهائي. سيكون كما في سنة 2004 هناك نهائي عربي. إن شاء الله سيكون هكذا ما بين تونس والمغرب. لا أدري، ولكن حاليا ندعو أن يكون في ربع النهائي، في نصف النهائي منتخب عربي. والآن من تشجع؟ كم نسبة؟ لا نحب نعرف الآن من تشجع العرب. المنتخبات العرب.
لا العرب بالتساوي يا حسام، بالتساوي العرب بالتساوي، تونس والمصر ولا بالتساوي؟ من هذا هو السؤال. في القلب. من في القلب؟ ايه في القلب المغرب. المغرب لأن كانوا بدر جماهير ليس لأجله ذكر المغرب في ليس القلب. لأجله ليس لأجله من أجل من؟ أجل جماهير العرب المغرب الذي كانوا يشجعون منتخب الله. خلاص صراحة نقطة جدا جميلة. ليس لأجل يعني مع الجماهير المغربية في تشجيعها لجميع المنتخبات العربية في وصف المنتخبات العربية. بدر الدين شجعكم انت لما لعب جزر القمر مع المغرب كنا شجعتكم. يشجع النسخة التنظيمية والجماهير صح. لكن الفوز مع جميع المنتخبات. أيوه. مع جميع المنتخبات. سأكون مسرور جدا إذا كان النهائي بين منتخب وعربي، لأن هذا أيضا سيكون أفضل في البطولة، لأن نعرف أن إذا كان النهائي منتخب عربية الجماهير يكون كثيرة جدا. جميل. من المنتخبات العربية التي وصلت الخمس ترشيحات حسام الدين أحمد، ما بين الخمس من الأكثر ترشيحا والأكثر حظا؟ أكثر ترشيحا كما قلت من المنتخبات العربية المغرب ثم مصر. أنا نظرات فتحي، نظرات فتحي لك في تاريخ، ثم الجزائر ثم تونس بالله شوي ايوه شويه بالله ماخذ لي القلم بتاعي، هات القلم ماخذ لي القلم بتاعي. تونس في الثالث ولكن الرابع لا الثالث والخامس السودان. جميل. عبد الكريم أنا كنت أتمنى أن يكون منتخب جزر القمر الأول، هل يمكن؟ لا. إذا معطيات عبد الكريم. يعني وفق ما الآن المجموعتين أو خطين البطولة، أعتقد بأن لا يمكن أن نتمنى أفضل من ذلك. إمكانية وصول 4 منتخبات إلى الدور النصف النهائي قائمة وبشكل كبير. منتخباتنا قدمت مستويات مبشرة رغم الملاحظات، رغم الانتقادات، إلا أنها وفق هذا الآن يعني اللي موجود، أعتقد بأن نحن نمتلك القدرة على أن تكون هذه بطولة عربية و قلبه مع المغرب. بس انت تقول بشكل كبير وفتحي يقول بنسبة حدوثها ب 30%، وانت تقول بشكل كبير يعني النسبة انه يصل المربع الذهبي العربي 30%. فتحي يتكلم عن تونس. لا فتحي يتكلم على احتمال مربع بشكل عام، صحيح؟ مربع بشكل يعني عام. لا يعني انا يحاول يجامل عبد الكريم. عبد الكريم صريح بهالنقطة. انا اعتقد ان الفرصة قائمة بنسبة 50 إلى 50%، والمنتخبات العربية أنا على يقين. يعني توافق؟ أنا على يقين أن المنتخبات العربية التي لم تقدم ما هو يعني مؤمل منها ستكبر. عبد الكريم يعني المغرب تتخطى تنزانيا والفائز من جنوب افريقيا والكاميرون، ونفس الامر للجزائر في مواجهه كبيره مع الكونغو. هذا ما نتمنى لجميع منتخباتنا العربيه. وصولا الى نيجيريا الاوفر حظا من موزمبيق ففي نصف النهائي. هذا ما تقصد في ثقتك الكبيره. المغرب نعم سيصل امام الجزائر في نصف النهائي، ونفس الامر من الامر بالنسبه لي. تونس ستتخطى مالي، السنغال حظها اوفر مع امنياتي للسودان، لكن السنغال حظها اوفر. تونس ستتخطى السنغال. مصر تونس ستتخطى مالي ثم السنغال. نعم. مصر ستتخطى بنين وكوتوفوار، بوركينا فاسو، ومصر ستتغلب على كوتوفوار وتصل الى قبل النهائي. لا قلت النهائي. قبل النهائي. قال النهائي. سمعت طلع منك كلمه النهائي. من غير ما يشعر. لا بس برجع لك انت عاطفيا هذا التوقع ولا مبني على واقع ومعطيات؟ لان اذا عاطفيا قد يفسر ان كلام فتحي خوف. والله خوف. فتحي انا قلت قد يفسر. فتحي شوف خل اقول لك شيء. انا يعني اعتبر الان محايد، لكن فتحي لا يستطيع ان يخفي خوفه علينا، وهو قد يكون محق، لكن لا فتحي خايف. نعم خايف من حقك. خايف. تفضل. وهو لا وعلى فكره انا مو قاعد اجيب شيء من عندي.
فتحي عبر عن خوفه امس واول امس على المنتخب التونسي من المستوى واعلنها صراحه، واذا يقول لا اكو فار. طيب خايف من ايه؟ انت تخوف؟ ما عليك انت سهل. انا بالعكس انا اعتبر وانه التحليلي منطقي، ما هوش حكايه خوف وانما حكايه منطق. من لا يتمنى الدور النصف النهائي، دور نصف النهائي الاحلام، تونس مصر الجزائر المغرب، لكن انا منطقي. ثم فرق اخرى موجوده، من السنغال، ومن نيجيريا، ومن الكاميرون، ومن الكوت ديفوار، نتعداو هذا من الكل. منطقيا قلت ونظريا ممكن، عمليا من الصعب. 30% راهي نسبه هامه، راه 30% نسبه هامه. 30% المنتخبات العربيه لا العربيه لا. يعني انت لا تتوقع مثلا، انت لا تتوقع للمغرب المستضيف ان يتاهل الى نصف النهائي؟ لا هو بالنسبه لي انا قلت لك المغرب هو فوق الجميع، ثم المغرب هو المرشح رقم 1 للفوز. اذا هذا عندنا واحد من 4. وبقيه المنتخبات الجزائر اللي راح الان اللي تصدر مجموعته ب9 نقاط وهدف. لو يمر مقابله الكونغو الجزائر سيكون مرشح هام للدور النصف النهائي. هذا 2 كانك تقول يعني. لا هذا 2 لحظه، هذا 2. كمل. مصر امام بنين. اعتبر ان المقابله ان شاء الله محسومه. طيب نجي الى خوفك في دور ربع النهائي. لا هو كانك مخاوفه في دور ربع النهائي. وبوركينا فاسو. هل مصر باستطاعتها ليه؟ ان تتخطى ولا لا؟ صح. وامس احنا كنا نظريا باستطاعتها، ولكن اصعب. اذا احنا يا سيدي الفاضل انت قلبت المعادله. انت متخوف من وضع منتخب تونس اللي يشكل 30% من المربع الذهبي. كملت نشتني على تونس، ما نشتنيش على تونس. ها؟ ما نشتنيش لان انت قلت 30%. طيب تونس، انا اسالك تونس ومالي باش نربحوا مالي، باش نربحوا السنغال، باش نترشحوا النصف النهائي ونفوزوا بالنهائي. السؤال بدر ونحن نشاهد بدر وللحديث بقيه. جميل. ونحن نشاهد طريق الى النهائي. اي جهه اصعب؟ الجهه اليمنى يا بدر ام الجهه اليسرى؟ الجهه اليمنى التي فيها المغرب والجزائر ام اللي فيها تونس ومصر؟ انا من البدايه اقول لك على انه تم وضع البرنامج على اساس المنتخبين اللي كانوا قبل من بدايه البطوله يعتبران هم الاقوى على المستوى الافريقي، مغرب سنغال. وضع لكي إن تصدر مجموعتهما لن يلتقيا إلا في المباراة النهائية. فبالتالي هذه العملية ديال التفريق كانت مقصودة. طيب حاليا في وصول المنتخبات، لكن أنا يبدو لي على أن أي جهة أقوى من جهة اللي فيها أنا في اعتقادي فيها الكوت ديفوار، وفيها بوركينا فاسو، وفيها مالي. يعني المغرب في الجهة الأسهل، مش الاسهل لكن نسبيا الاسهل نسبيا القوه من الجهه الثانيه. فتحي لا تماما العكس نتاع بدر الدين. عكس بالطبع جهه المغرب اصعب. جهه المغرب فيها جنوب افريقيا، الكاميرون، فيها الجزائر، فيها كونغو ديمقراطيه، فيها نيجيريا، فيها 6 فرق على 8 بالامكانهم ان في الجهه اليسرى. لا اسهل، الحقيقه اسهل معناها. فيها السنغال، فيها السودان، فيها البنين، فيها بوركينا فاسو. 3 على 8. اخرين 2 على 8. طيب حسام الدين، ونحن نشاهد ايها اصعب في اي جهه؟ اقول ان جهه المغرب صعبه مع فتحي. هي الاصعب لوجود المنتخبات الكبيره. نعم كبير جدا. وتتوقع ان نشاهد دور ممتع مثير في مواجهات سواء في الجهه اليمنى والجهه اليسرى، بدايه من دور ربع نهائي ناري. ارجو ان يكون منتخب العربي يفوز. انت ما يهمك ان يكون منتخب عربي يصل الى وانا ايضا انا اثق ان المنتخبات العربيه له الفرصه ان يفوز في المباراه المقبله. تتوقع ان تتخطى جميعها؟ نعم هناك بعض مشكلات، لكن المغرب تتخطى تنزانيا؟ نعم قادر جدا. كونغو والجزائر مواجهه كبيره متوازنه، لكن ما قدم الجزائر نرجو ان الجزائر سيفوز امام منتخب كونغو. ونفس الامر لمصر
تتخطى بنين. نعم قادر جدا. وتونس امام مع مالي. راينا كما راينا ان تونس قدم مباراه كبيره، ولو امام منتخب نيجيريا. نعم. خسر منتخب تونس، ولكن فاز، فاقول ان فاز في الشوط الثاني. والسودان سيكون صعبا جدا في مواجهه نيجيريا. سيكون صعبة جدا. هي الأصعب ما بين المنتخبات العربية، ونتمنى للسودان أن يتخطى الجزائر بالبدلاء ودون عناء وبالعلامة الكبرى إلى دور ثمن النهائي. كأس أفريقيا 2025 تبدأ هذا السبت مع مباريات الدور الثمن النهائي، وبعد انتهاء مباريات دور المجموعات التي أسفرت عن تأهل 5 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي من مجموع 6 بعد خروج جزر القمر، وتأهل منتخب البلد المنظم المغرب، الجزائر، تونس، مصر، بالإضافة إلى السودان. طبعا كل شيء في الدور الأول كان جميلا، أهداف كثيرة، مستويات متباينة ولكنها جميلة أيضا، تنظيم رائع جدا، ملاعب رائعة جدا لعبت فيها المباريات بالرغم من الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على عديد المدن المغربية. المنتخب المغربي المرشح رقم 1 للفوز بهذه البطولة كما يشير كل المتتبعين منذ البداية، هو تقريبا في طريق مفتوح بالنظر إلى عملية القرعة وما أسفرت عنه من مواجهات للمنتخب المغربي في حالة الإطاحة بمنتخب تنزانيا. كانت فيه انتقادات كبيرة جدا من طرف جماهير وإعلام مغربي، طبيعية جدا، لأن الأمر يتعلق بمنتخب مغربي لم يفوز باللقب منذ 50 سنة، ينظمه من أجل أن يفوز به بطبيعة الحال، يملك منتخبا متميزا بلاعبين متميزين بلغوا نصف نهائي كأس العالم 2022، ومنتخباتهم فازت بالكثير من الألقاب القارية وكذلك الجهوية والدولية. طبيعي أنه الجماهير والإعلام المغربي يكون هكذا متشدد مع اللاعبين ومع المدرب بالدرجة الأولى، خاصة بعد تعادلهم في مباراتهم الثانية أمام منتخب مالي بهدف مقابل هدف. طبعا التعادل والمردود الذي لم يكن في مستوى مردود المباراة الأولى ولا مردود المباراة الثالثة أمام منتخب زامبيا التي كانت فرصة لوليد الركراكي وللعناصر المغربية لكي تستعيد ثقتها في نفوسها وتستعيد ثقة أنصارها فيها. المنتخب المغربي ما زال مرشح، ما زال عنده كل المقومات التي تسمح له بالمنافسة على اللقب. وقع مع منتخب قوي جدا يلعب كرة جيدا، عنده إمكانيات فردية وجماعية كبيرة جدا وبدنية كذلك. مباراة ستكون صعبة، وأنا كتبت من يومين وقلت بأنه الفائز بمباراة الكونغو الديمقراطية مع الجزائر أرشحه لكي يبلغ النهائي على الأقل، رغم أن المسار صعب جدا، لأنه الفائز سيواجه نيجيريا، والفائز على نيجيريا سيواجه المغرب، والفائز على المغرب سيواجه منتخب أقوى في المباراة النهائية، هذا إذا مشت الأمور كما يريدها الكونغو الديمقراطية أو الجزائر. طبعا مواجهة الكاميرون أو نيجيريا في الدور ربع النهائي أيضا صعبة، مواجهة السنغال في الدور النصف النهائي، المغرب عفوا في الدور النصف النهائي صعبة كتير. لسنا هنا بعد، ولكن الأكيد أنه ستكون واحدة من أقوى المباريات. منتخبان متميزان كان في دور المجموعات، الكونغو الديمقراطية تعادل مع السنغال، الكونغو الديمقراطية اللي أخرج الكاميرون ونيجيريا من نهائيات كأس العالم وهم تأهل للملحق العالمي. أقصى منظم الدورة الماضية. كلام كثير قد يقال على الكونغو وقد يقال على الجزائر، ولكن الجزائريين لحد الآن لم يتفقوا على وصف مدربهم، هل هو مجنون أم هو عبقري؟ الجواب لا يمكن أن نحصل عليه الآن، خليه البطولة تمشي وبعدين كل واحد فينا يصنف المدرب هذا، لأنه المدرب اللي يصاب له مدافع أيسر يدخل قلب هجوم بعد ربع ساعة ويغير نمط لعب 3 مرات في مباراة واحدة أمام بوركينا فاسو، هذا يا إما عبقري يا إما مجنون. المدرب اللي يلعب فريق ثاني في مباراة ثالثة وعارف بأنه لاعبين الأساسيين 10 أيام ما راح يلعبوا أي مباراة، هل هو ريحهم هل هو ضيعهم؟ فننتظر هذا لنعرف كل هذا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. ولكن في خلاصة كل الذي قلت أنه يبقى المغرب مرشح نمبر 1
للتتويج والمنافسة، وتبقى المنتخبات الإفريقية الأخرى على غرار السنغال وكوت ديفوار والكاميرون وحتى مالي أيضا مرشحة للمنافسة على اللقب، وتبقى أعتقد الجزائر ومصر وتونس أوتسايدر، يعني ممكن تلعب لعبتها وممكن تخرج في الدور القادم أو اللي بعده. المهم أن المتعة مستمرة في المغرب في نهاية كأس أفريقيا التي تبدو لي ولكم من دون شك أقوى بكثير من الكثير من البطولات القارية الأخرى بما في ذلك في أمريكا الجنوبية. إذا أصدقائي أخوتي الأعزاء كما تابعتوا معنا، كان هذا هو التعليق ديال الجزائري حفيظ الدراجي على مسار المنتخب المغربي في دور المجموعات وفي مباراة الثمن النهائي. كيف ما تابعنا المنتخب المغربي قدم مباراتين متوسطتين أمام جزر القمر، وخا فزنا 2-0 إلا أن الأداء لم يكن مقنع في المباراة الافتتاحية. كذلك المباراة الثانية أمام منتخب مالي. المنتخب المغربي حقق نقطة ولكن بان بواحد الاداء لا يطمئن، وما يمكنناش نقولوا على انه من كبار القوم في هذه البطوله هذه. ولكن وليد الركراكي بعد الانتقادات الشرسه التي طالته من الجمهور المغربي بسبب غيرته وخوفه على المنتخب، وليد الركراكي ينصاع لاراء الشعب وتيغير التشكيله، خصوصا سفيان امرابط اللي 99 من المغاربه كيشوفوا بانه ما خصوش يكون رسمي في بحال هذه المباريات السهله او المباريات اللي خاصك تكون شاد الكره بزاف. نقدروا نستافدوا من سفيان امرابط في حاله ما واجهنا منتخب قوي وكان شاد الكره وتيدير هجمات خطيره علينا، نقدروا ندخلوا سفيان امرابط تما، وفي حاله كنا رابحين نعزوا به الدفاع ديالنا والوسط الدفاعي ديالنا. اما باش تكون انت خاصك تماركي وتلعب سفيان امرابط والعناوي بجوج، فهذا خطا كارثي من المدرب. وصراحه شفنا امام منتخب زامبيا ملي لعبنا غير العناوي بوحده، شفنا كيفاش المنتخب تبدل، لان العناوي كي تقطع الكره بطريقه زوينه وبطريقه سريعه وتيلعب الكره ويقوم بتحولات سريعه، ماشي بحال امرابط خاصو يبقى يشد الكره ويدور بها ويرجعها للور. وشفنا ملي اعتمدنا العناوي منتخب بان مغاير، وكذلك مع عوده الزلزولي الهجوم كان محرك بزاف. حتى لهنا كنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك، اشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس. الاراء ديالكم حول الموضوع في خانه التعليقات.